اوكي ماشي، بما اني بعمل ميك اب وجيت عند مرحله ان انا بحط الكونسيلر فوق جفني، فتعالي اقولك انا ازاي بحط الكونسيلر فوق جفني وبثبته كويس، وازاي ما بيخططش معايا، مع اني بشرتي دهنيه جدا وفوق عينيا جفن عيني دهني جدا. فشفت بنوته في الكومنتس كاتبالك غيري نوع الكونسيلر. لا، الفكره مش في نوع الكونسيلر، الفكره في طريقه التثبيت. انا كنت الاول بستخدم كونسيلرات يعني مجهوله المصدر، قبل طبعا ما اعرف ان ده غلط على البشره والحاجات دي كلها. وكانت يعني جودتها مش لطيفه، وكنت بثبت عينيا وعينيا ما كانتش بتخطط ولا الكونسيلر بيتحرك ولا اي حاجه. فاول حاجه انا هعملها اني انا هاخد الكونسيلر ده، يعني اي كونسيلر، ما تعتمديش يعني كونسيلر معين. انا بستخدم العجله دي بتاعه كريلان، دي مريحاني. باخد اللون الفاتح وهوزعه بالطريقه دي على جفني كله، الجفن ده والجفن ده هروح اوزعه واجي علشان وقت الفيديو ما يبقاش كتير. كده انا حطيت الكونسيلر فوق عيني ووزعته على عيني كلها. هجيب بقى بيوتي بلندر من الدية وهوزعه كده بالطبطبه، زي اكني بحط فاونديشن على وشي وبطبطب، يعني هوزعه كده بالطريقه دي. طبعا اسفه على صوت العربيات، انا بصور بالليل وتقريبا في عروسه جت عندنا في الشارع، ف لو سامعين صوت زمامير اللينسز، لو سامعين صوت زمامير وكده ف قولوا مبروك. كده خلاص انا وزعته بالبيوتي بلندر. هنا بقى هيجي مرحله التثبيت. ما ينفعش اني انا اجي احط اللون اي شادو على جفني من غير ما اثبت. على الاقل لو انا بروفيشنال اوكي هثبت لو انا عايزه اللون يطلع قوي قوي، لكن لو انا لسه مبتدئه لازم احط حاجه على الكونسيلر ده عشان اللون ما يطبعش ويبقى مبقع معايا. فانت لما تيجي هتثبتي بحاجتين. اول حاجه هتثبتي بالباودر باف دي، وتاني حاجة هتثبتي بفرشة فلافي كده. بس انا بفضل الباودر باف لاني انا بحطها كده في صبعي وبمشي عليها بطبطب، فانا عارفة يعني بمشي على كل فسوة سنتوفة في جفني. التثبيت بقى يا اما هتثبتي بكومباكت باودر، انا بحب اللون ده، اللون الاصفر من الباليت دي من شي جلام، باليت الكونتور الباودر، او هتثبتي بلوز باودر دي من كرايلان. انا بحب اللوز باودر دي اكتر علشان بتخليني ايه اللون ما يكلكعش معايا وبتبقى خفيفه كده. هاخد حبه لون كده على الباودر باف وهوزعه على ايدي علشان ما يكتلش، وهتاكد ان مفيش خطوط فوق عيني خالص. وبعد كده همشي كده بالباودر باف بطريقه عشوائيه جدا، بس اهم حاجه ما اجيش ناحيه حواجبي، يعني اثبت اللي تحت الحاجب بس ما اجيش ناحيه حواجبي. هتاكد ان هنا برضو ما فيش خطوط واثبت بالطريقه دي. وكده نكون خلصنا. جربي الطريقه دي قولي لي ايه رايك.